عضلات التشيست هي من اجمل واشيك العضلات في جسمك، هي اللي بتدي الرسمه او الشكل لجسمك كشخص بيتمرن او بيشيل حديد. ولكن مش شرط تكون بتروح الجيم عشان تعمل العضله دي. فالنهارده انا جايب لك تمارين تقدر تعملها في البيت عشان تقوي عضله التشيست عندك وتاخدها للليفل التاني. لكن قبل ما نخش في التمارين على طول هقول لك على شويه حاجات بسيطه لازم تخلي بالك جدا منها عشان تستفيد من التمارين ديت اقصى استفاده. اول حاجه وهي ان انت لازم تلعب صح. تمارين التشيست اغلبيتها بتكون بالحديد في الجيم، فانت دلوقتي لما هتتمرن في البيت بوزن جسمك فقط من غير اي اوزان او من غير اي معدات تانية، فلازم تهتم جدا ان انت تلعب ب 101% من الاداء. لازم تلعب باحسن اداء تقدر تلعب بيه، وهو ان انت تنزل بالراحه جدا وتطلع بالراحه جدا وتعمل سكويز للعضله وتحس بالتمرين بتاعك باحسن استفاده، او ان انت تكون بتتمرن صح كويس جدا عشان تستفاد من التمارين ديت. عشان زي ما قلت لك ان انت مفيش حديد او مفيش اي معدات او اي حاجه معاك، فوزن جسمك هو الحاجه الاساسيه اللي انت هتعتمد عليها عشان تتمرن التمارين دي. تاني حاجه وهي ان انت لازم تاكل كميه اكل كويسه جدا. اي عضله عشان تتطور مش بس التشيست لازم تاكل كميه اكل كبيره جدا. دلوقتي جسمك انت شخص العادي لما بتاكل اكل كميه عاديه جدا، جسمك محتاج كميه معينه عشان يقدر ان هو يعيش او يمارس يومه بشكل طبيعي جدا. فانت دلوقتي عايز ان انت تبني عضلات او ان انت ترمي حجم فوق حجم جسمك اللي موجود، فلازم ان انت تدخل كميه اكل زياده لجسمك. هنزود كل العناصر ما عدا الفاتس، هنزود الكربوهيدرات النشويات هنزودها بكميه كبيره جدا عشان دي اللي هنعتمد عليها اكتر في ان احنا هنبني عضلات. كمان هنعتمد برضو على البروتين، لازم تقدر تدخل اكبر كميه بروتين تقدر تدخلها لجسمك. والفاتس او الدهون حاول ان انت توازنها، مش هقول لك ان انت تخليها زيرو خالص عشان برضو الدهون مهمه وانت محتاجها في جسمك، تحاول ان انت توازن فيها، يعني تكون بتاخد كميه قليله من الدهون عشان تكون بس بتدخل كل العناصر لجسمك. بجانب ان انت لازم تهتم جدا بالخضروات او بالفواكه. الخضروات فيها كميه فيتامينز وكميه مينرالز ومعادن، حاجات مهمه جدا لجسمك لازم تاخدها. عموما ايا كان انت بتحاول تبني عضلات او بتحاول ان انت تخس او ايا كان هدفك انت عايز تعمله، لازم تهتم جدا بان انت تدخل كميه خضار كويسه جدا لجسمك خلال النظام اللي انت هتمشي عليه. تالت حاجة وهي اعمل كارديو. الكارديو زي العجلة او نط الحبل او الجري او الجامبينج جاكس او اي حاجة من الحاجات دي. في تمارين كارديو كتيرة جدا تقدر تلعبها في البيت من غير اي اوزان، تقدر تجيبها من على اليوتيوب، تعمل كل الحاجات دي تبدا تعملها ان انت في البيت بتاعك. زي ما قلت لك من شوية ان انت هتاكل كمية اكل كبيرة جدا، هتبدا تزود اكلك عشان تعمل عضلات زيادة. فمع العضلات اللي انت الزيادة هتزيدها دي هتبدا تزيد شوية دهون، فلازم ان انت تبدا تعمل شويه كارديو عشان تحاول ان انت تحرق شويه دهون اول باول كده وما تتراكمش الدهون في جسمك كتير جدا. بجانب ان الكارديو مهم جدا عشان تنشيط الدوره الدمويه وكمان بيساعدك ان انت تعمل عضلات، فلازم ان انت تعمل كارديو حوالي مثلا من ربع ساعه لبالكتير قوي نص ساعه في البيت. وهنعمل حوالي يومين بالكتير قوي 3 ايام في الاسبوع، مش هنعمل كل يوم كارديو عشان لو انت عملت كل يوم كارديو هتبدا تحرق كل اللي انت اكلته، هتكون كانك بتصرف كميه فلوس كتيره جدا على الفاضي على الاكل دوت، في الاخر بتيجي تحرقه كله، فالموضوع ما يكونش ليه اي لازمه. فركز جدا على الحاجات ديت عشان تعمل احسن عضله تشيست. ودلوقتي يلا بينا نبدا على طول.
كده يا شباب ده يكون فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس وتابعوني على فيسبوك او انستجرام او تيك توك، كل اللينكات هتلاقوها في الديسكربشن تحت. وللبرامج المخصصه والتدريب الاونلاين هتلاقوا لينك الواتساب تحت، ابعتوا لي عليه هيعمل لكم ريدايركت على طول على الواتساب، هيتبعت لكم هناك كل التفاصيل. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.